السلام عليكم. طبعا عندنا هاي السترة. الزبونة أرادت إنه نشيل هذا الأبيض من عنده شوية. لازم ينراد لها الشغل مضبوط حتى نطلعها نفس ما هي جديدة، كأنما ولا صاير بها أي شي. طبعا عندنا هنا بالأسفل بيها، بالأسفل موجود البياض، وعندنا بالردن. فتعالوا معنا نشوف شلون راح نحل هاي المشكلة. شوفوا، بس شوفوا منا، شوفوا ايش قد صعب، يعني لازم دقة مضبوطة. شوفوا، لازم نفتحها من جدة وجديد ونسويها حتى ما يبين عندنا غير، يعني كأنه ماكو شي ما صاير بيه. وهسه عندنا هاي لازم نبدأ انه احنا نفتحها. فراح نجيب هاي الآلة الصغيرة اللي تفتح الخيط. راح أول شي نمسك القماش كل زين، لأن هو مخيط بطريقة مخفية. يعني مخيطين الأبيض بعدين قالبيه، ومخيطين بس حافة فقط مال الردن. فلازم نركز بيها كلش زين حتى ما نخربها. فراح نشيل فقط القماش الأبيض، وبهدوء، يعني ايش قد نقدر بهدوء نفتحها حتى ما يخرب عندنا. بعدين انه اني شلون راح ارجعها، راح انظف الخيوط. راح اجيب النار، يعني جداحة اي شي عندكم. راح احرق الاطراف، بعدين راح نستخدم الاوتي، وبالطريق باللاصق راح الصقها فقط، ولا تخافون ما ينفتح ولا عليه اي شي حتى لو غسلناه بالمي. بس اهم شي نتأكد ان احنا نلصقها بالمكان الصح، حتى وقت اللبس ما تلبسها الزبونة ما تكون، عفوا ما تكون عندنا هيك كأنما مسحوبة من الظهر. لا، لازم يكون القياس كلش مضبوط. شوفوا هسه احنا هنا طلعناها منا، راح نكمل. طبعا قلت لكم خياطها مخفي، يعني على تقريبا مرتين مخيطيها حتى انه يكون مخفي بطريقة كلش حلو صراحة. والحمد لله طلعت يعني كلش واو، ما شلنا الابيض من عندها، والزبون الحمد لله عجبها. وانتو هون اذا اكتبوا لنا رايكم بالتعليقات.